السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم اليوم على الإضراب ديال الأساتذة، اللي هو إضراب جائر، لا بالنسبة للأساتذة ولا بالنسبة للحكومة اللي ما كتستمعش المطالب ديالهم بدون إضراب. كل واش كيقول في هاد الاضراب، كاين اللي معاه كاين اللي ما معاش، كاين اللي كيقول من حق الاساتذه يديروا الاضراب، كاين اللي يقول ما عندهمش الحق، وانا من الناس اللي كيقولوا ما عندهمش الحق يديروا الاضراب. بالنسبه لان الاضراب كما هو العاده كيحرموا العلماء، لانه عنده اضرار وعنده سلبيات كثيره. ومن سلبيات الاضراب ديال الاساتذه تعطيل الدراسه. سبحان الله العظيم، راه الدراري راه ضاعوا، راه كاينين شي اساتذه والله ما شافوهم، ومنهم واحد الدري ولدي، راه ما واحد الاساتذه راه ما شافهمش من اللي قالوا ليه السلام عليكم، نهار تقيدوا ما بقاو شافوهم. جات مع العطال، جات مع الاضرابات، ولا حول ولا قوه الا بالله. كي غيديروا هاد الدراري تا يطلعوا معلمين، كي غيديروا تا يطلعوا عندهم مستوى دراسي عالي. وسبحان الله العظيم اصلا عندنا ازمه التعليم في المغرب، ما كنبغيوش نتكلموا على السلبيات في المغرب، ولكن كاينه ازمه في المغرب ديال التعليم وديال الصحه، والله يصاوب من عنده. ولكن خاصنا نلقاو شي حل للاساتذه فعلا. هاد النظام الجديد اللي داروا اليوم نظام جائر، نظام ماشي في المستوى، كيضيع حقوق ديالهم. ولكن ومع ذلك خاص الاساتذه ما يبطلوش التلاميذ، لان كون كان واحد الوعي شويه غيقدروا يوفقوا ما بين المطالب ديالهم وما بين حقوق التلاميذ. لان التلميذ دابا هو شهرين جاي لشهرين ما عارف والو. وبالنسبه للاعدادي كاينين شي الناس اللي يلاه طلعوا الاعدادي راه بحال يلاه طالع التحضيري، لا باز ديال الدراسه الاعدادي للثانوي راه والو. هاد العام راه ما غيشد والو، غيدخلوا غيبداو عليهم بالامتحانات فروض وكل شيء ولا عندهم بالفرنسيه. عشان نسأل اللطف، نسأل اللطف، نسأل الله اللطف فيما جرت به المقادير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن كل كيخمم في راسو في هاد البلاد وفي جميع تقريبا البلدان الإسلامية، الله يصاوب صافي. المهم حنا مع المطالب ديالهم، مع أنهم يقادوا لهم المسائل ديالهم باش يكونوا، لأن لا تهليتي في المعلم راه تهليتي في الشباب. لأن باش غيهزوا هاد البلاد وباش غتمشي هاد البلاد قدام إلا ما كانوش الأساتذة عايشين واحد العيشة كريمة في مستوى معيشة ديالهم مطمئنين، باش يجي يلقى تا هو راسو مرتاح يقري التلاميذ. ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يلقاو لهم حل عاجلا ويرجعوا للدراسة باش الدراري تامو ما يضيعوش. لان راه العام الدراسي ديال الدورة الاولى راه تغادا قربت النهاية ديالها. نتمنوا الخير في هاد الايام القادمة ويسالي هاد الاضراب لا علاقة له بالدين والو بتاتا. إضراب المصلحة الشخصية ديال الأساتذة، هذا رأيي الشخصي. أما بالنسبة للوزارة، راه الوزارة راه واش غتسمع ليكم؟ حتى الوزارة راه ما سمعت حتى المطالب الشعب ديال الغلاء ومطالب ديال الزيادات، وهما باقين كينويو أنهم يزيدوا. ديال وزير التعليم اش نقولك، إلا ما كنتيش قد المسؤولية استقل. لأن راه الشعب أبناء ديال الشعب، ماشي أبناء ديال الناس ديال الفلوس. لأن أبناء ديال الشعب راه كيقراو في المخزن، راهم كيضيعوا، راه ما كيقراوش أصلا، كيعانيو أصلا، كيتمحنوا أصلا. كاين مستوى ديال الدراسة ضعيف في الدراسة ديال المخزن، ومع ذلك كتزيدو توركو علينا، كتزيدو الفقر، كتزيدوه فقر، والغنى كطلعو. نتوما اللي باغيين تقراو، نتوما اللي باغيين. راه فعلا راه كيقولوها، ولكن مكنبغيوش نحكروا على دابا. راه الناس ديال بالخصوص هاد الحكومة الأخرى وما كاع الحكومات تقريبا كيبغيو الناس ديالهم، ديال هاد الجيل ديال كيقولوا لهم بابا وماما، وكيقولوا لهم صحاب الفلوس. كيبغيوش العياشي والجيلالي يقراو، كيبغيوها
دوك الناس اللي عندهم السميات اللي على بالكم. ولكن مع ذلك كنتزاحموا معاهم، كيتزاحم معاهم أبناء الشعب، أبناء الشعب البسيط الطيب، وكيقرا وكيتزاحم معاهم، مع أنهم مكيشدوش المناصب العليا، لأن المناصب العليا راه باينين مواليها. المهم نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن الأوضاع تغير للأحسن، واللي عنده غير على هاد البلاد يدير ما في جهدو باش يعطي الناس حقوقها، تبقى الأمور مزيانة. رحنا مقبلين على بزاف المشاريع، والملك محمد السادس ملكنا شفاه الله أطال الله في عمره باغي الخير، وكيقول لكم خدموا، وكيقول لكم وانتم توقدوا خدموا وكونوا. الخطاب الأخير ديال المسيرة راه قال لكم الجدية في العمل. تبقى بنادم اش غيقول لكم؟ راه الجدية، خصكم تكونوا جادين في العمل، مخلصين في العمل الوطن وأبناء الوطن، وبالخصوص الناس اللي محنا، وانتم اللي غتبقاو عايشين. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. دابا إن شاء الله تبدل الأحوال إلى أحسن، والخير قادم إن شاء الله لا محال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.